حياتك ملخبطة ومش عارفة تبدأي منين، ودي قصة فور من سلسلة قبل السنة السبب إن حياتنا ملخبطة مش الوقت ولا الظروف، سبب إن دماغنا نفسها زحار فوق أفكار، قرارات متأجلة وحاجات نفسنا نعملها ومش عارفين نبدأ منين ولا ازاي. عشان كده أول خطوة تعمليها إنك تفضي الزحمة والدوشة، اقعدي نص ساعة أو ساعة أو على قد ما تقدري، هاتي ورقة أو على الموبايل واكتبي كل اللي في دماغك من غير ترتيب ومن غير تفكير ومن غير ما تحكمي على أي حاجة. اكتبي أي حاجة تيجي في بالك، حاجات مضايقاكي، حاجات مأجلاها، حاجات نفسك تعمليها، حاجات حاسة إنك قصرتي فيها، حاجات محتاجة تتقفل. الكتابة هنا مش عشان تحل المشاكل، الكتابة هنا عشان تفضي دماغك، لأن أول ما الأفكار تطلع من على دماغك على الورقة هتحسي براحة بعدها. بعد كده اختاري 3 حاجات تقدري تعملي فيهم خطوة صغيرة خلال الأسبوع اللي فاضل، زي ترتيب مكتبك، دولابك، إلغاء اشتراك مش محتاجاه، مكالمة مأجلاها، محاضرة عايزة تسمعيها، أي حاجة تعمليها وتديكي إحساس إنك أنجزتي بعديها. خليكي فاكرة ترتيب حياتك مش بيبدأ بجدول ولا بخطة كبيرة، بيبدأ لما دماغك تفضى وتبطل تشيل كل حاجة لوحدها. انتي كمان مش محتاجة تباني قوية طول الوقت، انتي محتاجة مساحة فاضية تعرفي تتحركي. ما تنسيش تعملي فولو عشان تشوفي باقي فيديوهات السلسلة.